عنده غزالة، غزالة ايه؟ غزالة حمراء، غزالة رايقة، غزالة جميلة، غزالة بتمتع الاهلي النهاردة بهاتريك في ماتش من اصعب الماتشات. مش عشان الفريق قوي، هو الفريق متواضع جدا، ولكن ظروف الطقس والملعب والاجواء سيئة جدا. عندك نقص عددي بالهبل، ولكن امام عاشور بيخلص للاهلي النهاردة بهاتريك جميل جدا. 3 اهداف احلى من بعض، بالذات الهدف الثاني والهدف الثالث. امام عاشور فرقع البلالين كلها، فرقع اسلام مهدي، وبذكره هو الفيديو الثالث على التوالي. اسلام مهدي اللي عمال يقول لك اصل امام عاشور وحش وبس، فالح يعمل غزاله حمراء ايه، انت غزاله غزاله ايه، ويقعد من الحاجات بتاعته دي. وفي جمهور كبير قوي، شريحه كبيره قوي ماشيه وراه، وقلنا ان ده اسلوب هد مش حلو، خاصه مع نجم فريقك في الفتره الحاليه، اللعيب اللي انت بتعول عليه، واللعيب اللي انت ما عندكش غيره تقريبا في الفرقه، بيلعب ويموت نفسه وكمان بيسجل لك اهداف وبيعمل كل حاجه في الكوره النهارده. امام عاشور، امام عاشور النهارده نجم الماتش، ياخد 60 على 10، مش 10 على 10 بس. في نواقص كتير في الاهلي، في عك من كولر رغم النواقص. يعني الشوط الاول من كولر حاجه غريبه جدا، بيلعب بثلاثه لعيبه محدش قادر يوصلك لقدام اصلا. بتلعب بثلاثه لعيبه في نص الملعب، سواء السوليه او كوكا او مروان، الثلاثه مش قادرين يوصلوك لقدام، الثلاثه بيدافعوا قدام فريق متواضع جدا. نزلت قفشه، بس ايه لازمه كريم نيدفيد في الشوط الثاني؟ ايه فكره ان كريم نيدفيد يبقى موجود في نص ملعب الاهلي؟ لعيب ليه ولا لياقه بدنيه في ماتش صعب جدا، ولا فنيات ولا اي حاجه. كولر برضو عليه عامل كبير قوي في النتائج السيئه، رغم ان الفرقه فعلا فاضيه، انت ما عندكش بدايل، ما عندكش حد بينزل. انت الشوط الثاني بتنزل عمر السعي في اخر 3 دقائق بيلعب جناح، وهو اصلا لعيب مركز 8، والولد شكله خايف، عنده رهبه، مش مركز في حاجه غلط. خالد عبد الفتاح ده رغم الاسيست اللي عمله في الجون الثاني، ولكن انا واحد من الناس اتمنى ان هو يمشي. بيلعب فريق تقريبا متواضع جدا، وكل الكور من عليه، لانه ثغره كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي. وياسر ابراهيم النهارده واخد تعليمات كتير ان هو يغطي من وراه، وبسبب دي وبسبب التعليمات دي حصل الجون الاول فينا، الجون اللي الكوره ما قدرش يغطي فيها ياسر او اتزحلق فيها، فرحب بهدف من كوريه، اللعيب الحلو جدا، اللعيب اللي فعلا مميز، سريع، مهاري. لو في عين حلوه تخلص لعيب زي ده تلاقيه ب 100,000 دولار بالكتير قوي، ولعيب كويس. الاهلي النهارده كسب باقل مجهود، بمجهود امام عاشور بس. تقريبا الفرقه كلها النهارده مفيش حد يعني عليه العين. ياسر ابراهيم لعب ماتش كويس بغض النظر عن كوره الهدف اللي اتزحلق فيها، الراجل مغطي ورا خالد عبد الفتاح كور كتير جدا. خالد عبد الفتاح بيسيب مساحات غريبه ورا ظهر، رغم ان هو باك دفاعي اصلا، لانه ما بيعرفش يهاجم للاسف. لعيب لا يصلح للنادي الاهلي. تقييم سريع لعيبه الاهلي: خالد عبد الفتاح 0، الشناوي النهارده مش عارف يفرد ايده ولا ايه، 2/10. الدبيس لعب الشوط الاول برده كان سيء جدا، 2/10. رامي وياسر ياخدوا النهارده 7 و7. نص الملعب تيجي على طول كريم نيدفيد 0. مروان عطيه النهارده وحش 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 0. عمرو السوليه الشوط الاول وكان وحش جدا برده 0. قفشه نزل حرك اللعب وعمل اللعب، بس في كوره مثلا لقفشه كده في الشوط الثاني، الكوره لو ودى حسين الشحات، حسين الشحات يروح انفراد، راح قفشه لف ورجع. يحب يلف كتير زي كابتن احمد حسن زمان كده الصقر. قفشه النهارده بس مسك كوره وقدر يتحكم في رتم اللعب ويلعب الاهلي لقدام اكتر من الشوط الاول، فياخد النهارده 6/10. امام عاشور نجم الماتش زي ما قلنا 60/10. حسين الشحات ما عملش حاجه في الماتش غير في الكوبري اللي انتم شايفينه دوت، كوبري رايق هو ده اللي عمله. بس الاهلي مش عايز كباري بس يا حسين، الاهلي عايز لعب ومجهود واهداف ونقط وحاجات كتير جدا. 2/10 حسين الشحات. وسام ابو علي بيموت نفسه وسبب في الهدف الاول للنادي الاهلي النهارده اللي امام عاشور كملها. 6/10. الحمد لله على ال3 نقط. ماتش كان صعب، قدر الاهلي يخلصه باقل مجهود، وبمجهود البلطجي امام عاشور. سلام.